السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين وفي اتم صحة وفي اسعد حال دايما يا رب. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس لو اول مرة تسمعوني، واللي مش عامل اشتراك يا ريت يدوس اشتراك في القناة لان بجد محتاجة دعمكم. ويا ريت بقى تعملوا لايك وشير كتير لان بجد القناة محتاجة تكبر شوية، فهمتكم معايا. وما تنسوش بقى تكتبوا لي في التعليقات اخباركم ايه وتطمنوني عليكم، واخبار الرسائل ايه وهل متطابقة معاكم ولا لا. نيجي بقى الموضوع الرسالة بتاع النهاردة. بجد رسالة حلوة قوي، فيها طاقة جميلة وفيها طاقة إيجابية عالية قوي، وفيها شغف وفيها حب، فيها كم مشاعر كده. هينقلك من مود لمود تاني خالص. فيها قد إيه إن الحب بيسعد، قد إيه إن الوفاء والإخلاص في الحب بيفرق قوي مع شريك الحياة. فدلوقتي تعالوا نسمع الرسالة ونعيش في طاقتها. الحبيب بيقول لحبيبته ان هو بيحبها قوي، فبيقول لها: حبيبتي، حبيبتي يا اغلى هدية ربنا بعتها لي، انتي فعلا هدية، وانا كنت محظوظ ان ربنا اختصني بالهدية دي. انتي انسانة مش عادية، انسانة كده وجودك نادر في الدنيا دي، وانا علشان نيتي صافية وسليمة وطول الوقت حاطط ربنا قدامي وفي كل تصرفاتي، ربنا اختصني انا انك انت تكوني من نصيبي. انا كنت بشوف اللي حواليا طول الوقت بيخوفوني من الارتباط، وان انت ازاي يا اخي انت كده مستريح، ليه تدخل حد في حياتك؟ لا خليك كده. العزوبية جميلة، يا ريتنا نعرف نرجع زي زمان. فكنت بقلق وبقول هما معقول كل دول تعسى؟ معقول كل دول ما لقوش الحب الحقيقي؟ يعني انا اللي هكون الفلحوس اللي فيهم وهلاقي واحدة تحبني بجد؟ انت فعلا اثبتيلي ان انا محظوظ، ان انا مفيش زي اتنين، ان انا يعني مميز، ان انا فعلا ربنا بيحبني. لانك انتي عمرك ما حسستيني ان انا مقصر معاكي في حاجة، عمرك ما حسستيني ان انا انتي محتاجة حاجة مني وانا مش قادر اجيبها لك. طول الوقت بتحسسيني ان انا عامل اللي عليا وزيادة. فده بيخليني طول الوقت ان انا عايز، لو انا في قدرتي اجيب لك حاجه، لا ده انا عايزه اجيب لك 10 حاجات. لو قادر اجيب لك حاجه من حوالينا في الارض، لا ده انا عايزه اجيب لك نجمه من السماء. وده لانك انت فعلا تستاهليها. يعني حتى في الاوقات القليله قوي اللي كنا بنزعل فيها من بعض، عمرك ما روحتي وشكيتي لواحده صاحبتك ولقيت صاحبتك دي مثلا بتيجي تكلمني وعلى سر ما بينا، بتطلعيش اسرارنا بره. فاهمة يعني ايه ان العلاقة ما بين اتنين علاقة روحية فيها ارتباط وفيها اسرار وفيها ارباط مقدس هيكون ما بيننا، فلازم نحافظ على كل حاجة ما بيننا تبقى بيننا انا وانتي وبس. لان انا وانتي مهما زعلنا من بعض في الاخر مصيرنا هنتصالح، فما ينفعش ندخل طرف تالت ما بيننا يحاول يصلح. لان في الاخر الطرف التالت ده اللي سواء داخل من طرفك او من طرفي بيكون متبني وجهة نظر الطرف اللي شكيله. حتى لو هو غلطان، لو انا غلطان هحكي الحكاية من وجهة نظري اللي انا شايف ان انا مش غلطان فيها. فبالتالي لما حد هيجي يحكم هيحكم لصالحي، هيتكلم بمنطقي انا. فاحنا ما غيرناش حاجه. فانت كنتي واعيه قوي للنقطه دي، ودي بجد حاجه خلت علاقتنا كده فيها نوع من انواع التميز، علاقه فريده. ان انا وانتي كنا خايفين على بعض بجد. كان عندنا هم واحد ان العلاقة دي تستمر وتفضل، وده بجد اللي كان شاغلنا طول الوقت. فانا عايزة اقولك ان انا فرحان جدا وممتن جدا لوجودك في حياتي. وبجد اي انجاز انا حققته الفترة اللي فاتت دي كان الفضل فيه بعد ربنا ليكي انتي، لانك انتي اللي كنتي بتشجعيني وطول الوقت واقفة جنبي، وطول الوقت بتقولي لي ان انا لازم اسعى واجتهد علشان ربنا يكافئني. وانا فعلا ربنا كافئني اولا بيكي، وبعد كده اتكافئت بنجاحي في شغلي، وان انا الحمد لله وضعي المالي بقى احسن ووضعي الاجتماعي بقى افضل بكتير، وكل ده علشان انت جنبي. فانا محظوظ ان انا في حياتي ملاك زيك، في حياتي ست مش زيها كتير موجود، ست ما عندهاش المتطلبات اللي عند اغلب الستات، انها عايزة نفسها يكون معاها دهب، بس عايزة فلوس، عايزة تشتري من اجل الشراء. لا، انت ست منظمة، عندك خطة، عارفة احنا عايزين ايه النهاردة، بترتبي الاولويات
الأهم فالمهم. وده بجد مخليني مش شايل هم بكرة، لأن أنا عارف إن أنا في واحدة كتفها في كتفي، واحدة واقفة معايا طول الوقت بتفكر بدماغي مش بدماغها هي. احنا الاتنين بنكمل بعض. فأنا سعيد جدا بيكي، وعايزة أقولك إن أنا بحبك، والآخر نفس في عمري هفضل أحبك، علشان انتي بتجري جوايا زي بالظبط مجرى الدم في الشريان. انتي سبب وجودي في الحياة، اللي مخليني عارف أكمل وعارف أعيش. أي نفس بتنفسه فهو طالع علشان بس أنا بحبك. فبحبك وهفضل أحبك لآخر العمر، يا أغلى عليا من نفسي. وبكده تكون انتهت رسالتنا النهاردة، رسالة جميلة جدا غاية في الروعة من حبيب بيحب حبيبته وبيعشق ترابها، فربنا يخليهم لبعض ويديم ما بينهم السكون والاستقرار والتفاهم ده، ويا رب كل المحبين يبقى زيهم. دلوقتي اقول لكم السلام عليكم، واستنوني مع رسالة حب جديدة. ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس، واللي مش مشترك في القناة لو سمحتوا يشترك. سلام عليكم.